كمرحلة أولى وإعادة المهجرين إلى صعدة. قال وإذا انتهوا من هذا المليار فسنرسلهم مليار آخر. في تصريح بثته قناة اليمن الفضائية لفارس منع نفسه يقول بأن المهجرين سيعودون وسأنشئ قسما في مكتبي وخطا ساخنا لإعادة المهجرين. وإلى الآن لم يعد مهجر واحد من أبناء صعدة ولم يفي المناع بوعده، واستطاعت الدولة أن تعيدهم يعيشوا الأمرين في صنعاء. لأن طبعا المهجرون في مخيمات خراز والملاحي وحق سفيان وعمران وحرب وصنعاء وخيوات. هذا المهجرون من هم؟ أثيوبيون؟ هؤلاء صوماليون؟ لا، هؤلاء مشايخ قبائل، هؤلاء تجار، هؤلاء رجال أعمال، هؤلاء عندهم بساتين، عندهم مزارع، من أبناء صعدة نفسها ومن عالية القوم أيضا. الآن المشكلة أنه الحوثي وفارس مناع ما عاد يريدون يعيدوا المهجرين لبيوتهم، يريدون الآن يهجروا ناس آخرين، يريدون أن يشردون أهل دماج. الإعلام أيضا لا يتقي الله في ربه، وحكومة الوفاق الوطني ليست على المستوى المطلوب منها، لا في هذا ولا في غيره. طيب أنت يعني أنت تقول يعني مثلا الكلب إن تحمل عليه يلهث يعني كان يلهث وراء أمر آخر. كان يريد أن يبتلع ويقتطف يعني زهرة وثمرة صبر ووفاء الدماج ومجابهتهم وصمودهم أمام هذه الهجمة الشرسة البربرية البشعة الخبيثة من فارس من لاهج مناع ومن الحوثيين. وهو كان يريد أن يقتطفها ويريد أن يلتف من وراء الصور، ولكن الله بصر الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله وإخواننا في دماج وردوها عليه. الخديعة ما هي يعني الخديعة هناك أكياس رأيناها، هناك عربات يعني 50 كيس من الحب أو 100 كيس من الحب. يعني احنا عندنا مثلا يقولوا العرب والقطيعة، يعني أعطني هو العرب. طيب تبارك الله. ايش المشكلة فيها؟ أولا يا سيدي هذه تحمل مخاطر كثيرة. كيف يعني؟ المخاطر أنها كانت تريد أن تصادر بالدليل الآن أن تصادر دماء طلاب العلم، صادر دماء طلاب العلم تماما. كيف المصادرة؟ يعني أنهم هناك جواسيس هو في واقع الأمر شوف، يعني كما أسلف الشيخ عبد الكريم، وفي واقع الأمر يكفينا من الإعلام ومن لاهج مناع أنهم أكدوا أن هؤلاء محاصرون بالفعل، وهم كانوا ينكرون ذلك. يقولون أولا لا توجد دبابات ولا يوجد راجمات صواريخ ولا يوجد صواريخ جراد ولا يوجد B10 ولا يوجد أي شيء من الحصار هذا. هو كل ما في الأمر أن هؤلاء يعني المركز هذا يعني يأوون أجانب